الأمير وأقداره الثلاثة المكتوبة. وكان يا مكان، على ما يحكى أن ملكا من ملوك مصر لم يكن قد رزق مولودا ذكر. عندئذ تضرع إلى الآلهة لترزقه ابنا، فقضت هذه الأخيرة بأن يولد له ولدا. وخلال هذه الليلة حملت زوجته، وبعد أن أتمت الشهور اللازمة للولادة وضعت مولودا ذكر. وأتت الحتحورات السبع لإبلاغ قدره المكتوب قائلة: سيلقى حتفه على يد تمساح أو ثعبان أو كلب أيضا. سمع هذا الكلام من كان بجوار الطفل، فنقلوه إلى جلالته. عندئذ تملك الحزن قلب جلالته بما يفوق كل تعبير، فأمر جلالته بأن يشيد للطفل منزل من حجر في الصحراء، وجهز بطاقم من الخدم وكل الأشياء الجميلة والطيبة في القصر الملكي. ولكن كان على الطفل ألا يغادر المنزل. ولما شاب وترعرع صعد ذات يوم إلى السطح، وشهد كلبا يسير على الطريق وهو يتعقب رجلا، وقال للخادم: ما هذا الذي يسير خلف هذا الرجل؟ فأجابه: إنه كلب. عندئذ قال الصبي: مر بإعطائي كلبا مماثلا. وذهب الخادم إلى جلالته ليخبره بذلك، فقال جلالته: أحضروا له إذن جروا يقفز ويتفجر حياة فلتتبدد أحزان قلبه. وأحضر الكلب للأمير الصغير. وبعد أن مرت الأيام واشتد عود الطفل، أوفد رسولا إلى أبيه ليقول له: ترى ماذا سيحدث لو مكثت على هذا النحو؟ انظر، أنا أسير قدري، اسمح لي أن أتصرف كما يهواه قلبي، وما سيفعله الإله إنما هي مشيئته. وأعدت له مركبة وجهزت بمختلف أنواع سلاح الحرب، وخصص خادم ليتبعه كرفيق. وتم نقله إلى البر الشرقي من النهر، وقيل له: واصل الآن طريقك حسب هواك. وكان كلبه معه، ورحل في اتجاه الشمال في الصحراء حسب ما كان يريد، وكان يأكل من أفضل صيد الصحراء. النهاردة نص قصتنا، وإن شاء الله بكرة هنكملها.